عاجل البنك المركزي المصري يعلن نتيجة تاني اجتماع ليه في 2025 بشأن أسعار الفايدة. فتعالوا نشوف نتيجة الاجتماع جت ايه وايه تأثير النتيجة دي خلال الفترة الجاية على الشهادات، سواء الشهادات الاستثنائية لمدة سنة او المتدرجة اللي بفايدة عالية او اغلب الشهادات، وبرضو تأثير النتيجة خلال الفترة الجاية على أسعار الذهب. يلا بينا. السلام عليكم اعزائي متابعي قناه بنوك مصر. قبل ما نخش في موضوع الحلقه بنستاذن حضراتكم لو بتتفرجوا علينا ولسه مش مشتركين في القناه تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا خاصيه الجرس على الكل عشان يصلكم كل الاحداث والحلقات الجديده خلال الفتره الجايه، لانها مهمه جدا. وطبعا اهم حاجه ما تنسوش تدعمونا باللايك على الحلقه. ممكن يبقى خفض المركزي في الاجتماع اللي جاي ده بالونه اختبار. طيب يا عم انت حيرتنا برضو، هل بقى هو هيثبت ولا هيخفض؟ انا توقعي ان في الاجتماع اللي جاي ده في الأغلب ممكن البنك المركزي يخفض الفايدة بمعدلات بسيطة ما بين 1 إلى 3%. لعل وعسى برضو يشوف في الاجتماع اللي بعده ايه تأثير التخفيض ده على السوق. طبعا يا جماعة الجزء اللي سمعتوه ده كان جزء صغير جدا من حلقة التوقعات اللي عملناها تقريبا من 10 أيام، وتوقعنا مع حضراتكم قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي. والحمد لله زي ما توقعنا وزي ما قلنا احتمال كبير ان البنك المركزي يخفض الفايدة من 1 ل 3%، وان ممكن دي ياخدها كبالونة اختبار، وان قرار البنك المركزي صعب ما بين التثبيت وما بين الخفض. خلاص البنك المركزي اعلن قراره، وقرار لجنة السياسات النقدية النهاردة في تاني اجتماع ليها في 2025 فقرر رسميا البنك المركزي تخفيض معدلات الفايدة بقيمة 225 نقطة بقيمة 2.25%. فكده أصبح سعر الإيداع والإقراض على الترتيب 25% و26%، لأنه كان 27.25% و28.25%، فخفض ده 2.25% وخفض ده 2.25%. طبعا في حلقة التوقعات اللي عملناها قلنا ان في اسباب حدثت مؤخرا ممكن تخلي قرار البنك المركزي صعب جدا ما بين التثبيت وما بين الخفض. قلنا قصة الرفع مش هيتم الرفع، رغم ان كان في ناس بتكدبنا وبتقول لا هيحصل رفع عشان التضخم وغيره وغيره. قلنا خلاص قصة رفع الفايدة تقريبا احنا انتهينا منها ومش موجودة في الفترة الحالية. قرار البنك المركزي هيبقى ما بين التثبيت وما بين الخفض. رجحنا طبعا الخفض عشان انخفاض التضخم، وعشان دلوقتي التضخم المعلن بنتكلم في 13% و9% من البنك المركزي، وكان سعر الايداع والاقراض 27.4% و28.4%، يخلي سعر الايداع والاقراض 25 26. برضه هتبقى معدلات فايده مرتفعه مقارنه بالتضخم المعلن دلوقتي. مش هنتكلم يا جماعه، برضه باكد كل مره في قصه هل التضخم حقيقي ولا لا، احنا بنتكلم بناء على الارقام. وزي ما انا قلت في كذا حلقه سابقه البنك المركزي هيعتمد على الارقام اللي انت شايفها دي. لو انت بقى مش مقتنع او غيره دي حاجه ترجع لحضرتك. كده كده البنك المركزي هيتخذ قراره بناء على الارقام دي، وده اللي حصل. وطبعا اغلب الاسباب اللي جت في قرار لجنه السياسات النقديه قرار البنك المركزي هي اغلب الاسباب تقريبا اللي احنا توقعناها. اهمها ان البنك المركزي شايف ان معدل التضخم انخفض بشكل كبير جدا ما بين مستويات كنا داخلين على 40% تضخم. بنتكلم دلوقتي التضخم الاساسي اللي بيعتمد عليه البنك المركزي وبيحدد عليه اسعار الفايده 9.4% مقارنه ب 40 وب 39%. وتاني حاجه اللي احنا اتكلمنا عليها ان ممكن الخفض اللي يحصل في الاجتماع ده يبقى زي بالونة اختبار. البنك المركزي يخفض ويشوف السوق هيروح على فين خلال الفترة الجاية، ومن ثم في الاجتماع بتاع مايو يشوف بقى هل هيثبت الفايدة ساعتها ولا يكمل في الخفض لو كانت المؤشرات كويسة ومكملة في الانخفاض زي التضخم وغيره. طيب ده كده خلاص قرار البنك المركزي خفض معدلات الفايدة 2.25%. ايه اللي هيتم بقى في الشهادات؟ خلينا اقول لك ان التوقع الكبير ومحتمل بشكل كبير جدا ان يتم الغاء الشهادات، سواء الشهادات الاستثنائيه لمده سنه 23.5% بعائد شهري او 27% بعائد سنوي، او الشهاده المتدرجه اللي اعلى شهاده موجوده في السوق دلوقتي 30 25 20. متوقع بنسبه كبيره ان يتم الغاء الشهادات دي، وده كمان وفقا لتوقع ووفقا لكلام رئيس البنك الاهلي الاستاذ محمد الاتربي. الحلقه اللي كنا عملناها مع حضراتكم وجبنا لكم تصريحاته بالنص كده ان هم بيرصدوا قرار البنك المركزي ومستنيين قرار البنك المركزي. فانت اما تسمع وتشوف رئيس البنك الاهلي بيقول لك احنا مستنيين قرار البنك المركزي ايه اللي هيتم عشان بناء عليه نحدد
ايه اللي هيتم في الشهادات الاستثنائيه والمتدرجه. اتسال خاصه على الشهادات دي، فقال لك انا مستني قرار البنك المركزي وبناء عليه اقرر بقى هكمل في الشهادات دي ولا هلغيها. فكان الكلام واضح جدا وده وضحناه في الحلقه اللي فاتت. وبالتالي خلاص البنك المركزي اتخذ قرار التخفيض، ويعتبر تخفيض مش قليل، يعني مش خفض 1% ولا 2% ولا 1.5%، لا ده 2.25%. فتخفيض يعتبر كبير الى حد ما. فده هيخلي اغلب البنوك اللي ما خفضتش خلال الفتره الاخيره ممكن تخفض، سواء على حسابات التوفير او على الشهادات الثابته. وبرضو الناس اللي هتسأل على نقطة طب هو كده هيتم تخفيض الفايدة مباشرة على حسابات التوفير؟ لا مش شرط، لكن ركز معايا. هل هي معرضة ان هي يتخفض عليها الفايدة؟ حسابات التوفير دي بفايدة متغيرة، كل حسابات التوفير بفايدة متغيرة، وارد ان هو يحصل عليها تخفيض في اي وقت. انما لو انت شاري شهادة ثابتة انت بتكمل زي ما هو. لكن الفرق ما بين حساب التوفير والشهادة اللي هي بعائد متغير ماشية مع القرار، ان الشهادة اللي بعائد متغير وماشية مع القرار دي بتتغير مباشرة مع قرار البنك المركزي في 99% من البنوك. انما حسابات التوفير بتبقى ماشية مع قرار البنك المركزي، ولكن في نقطة تانية مهمة وهي نتائج اعمال البنك. البنك بقى يقرر يخفضه ولا لا ولا يكمل فيه. فمش شرط ان لو حصل تخفيض من البنك المركزي كل حسابات التوفير في كل البنوك باختلاف بقى العائد عليها، باختلاف تفاصيلها، باختلاف اسمها، يتم تخفيض الفايدة عليها. لا مش شرط. ممكن البنك يفضل مكمل بالفايده وشايف ان الفايده مثلا على حساب التوفير اللي هو عاملها ديت مناسبه ليه وبتجذب له عملاء، مش شرط يخفض الفايده عليها. ففرق ما بين الشهاده المتغيره اللي ماشيه مع القرار وحسابات التوفير والشهاده الثابته. لكن زي ما قلنا الاغلب خلال الفتره الجايه التوقع الغاء الشهادات اللي بفايده عاليه ويكملوا بالشهادات العاديه، زي مثلا في البنك الاهلي البلاتينيه ب 21.5%، وزيها في بنك مصر القمه ب 21.5%. فطبعا لو انت عاوز تشتري شهاده الافضل تشتريها دلوقتي قبل اي وقت جاي، لانك هتتفاجئ وهتيجي في يوم كده هتلاقي البنوك قررت الغاء الشهادات دي. ولو متاح لك ان انت تقدر تشتريها اونلاين من خلال التطبيق او من خلال الاي تي ام في بنك مصر تقدر تشتريها دلوقتي. طيب بالنسبه بقى للذهب، الذهب زي ما احنا عارفين وقلنا اكتر من مره ان هو خلاص بقى بعيد شويه عن قصه خفض الفايده، لان اللي متحكم فيه بشكل كبير دلوقتي هو السعر العالمي، الارتفاعات القياسيه اللي بيصل ليها السعر العالمي دلوقتي وسعر الدولار في البنوك. فطبعا دول اللي مخلين الذهب مرتفع وعند قمه دلوقتي. ولكن برضو في نقطه ممكن تخلي الذهب يرتفع وانا نوهت عليها قبل كده، ان لو حصل تخفيض ممكن في بعض الفلوس تخرج من البنوك، وخصوصا لو حصل الغاء للشهادات دي خلال الفتره الجايه وما بقتش موجوده، نسبه كبيره من الفلوس ديت ممكن تخرج من البنوك، وبالتالي هتخلي الناس تروح للذهب اكتر وتزود الطلب على الذهب، وبالتالي يبقى معروض قليل قصاد طلب كبير فهيرفع من سعر الذهب اكتر واكتر. فبرضه نصيحتي لحضراتكم اي تصحيح للسعر واي جني ارباح هيحصل خلال الفتره الجايه اشتري بجزء من فلوسك، هيبقى وقت مناسب ان انت تشتري بيه. بس يا سيدي ده كده كان كل موضوع حلقتنا النهارده. اتمنى طبعا يكون الحلقه اللي هتعجب حضراتكم واستفدتوا منها ولو استفاده بسيطه. ما تنسوش طبعا تنزلوا تشتركوا في القناه وما تنسوش اللايك على الحلقه، ونشوفكم ان شاء الله في حلقات جديده. شكرا.